لماذا؟ لأنه صار فيه اختلاف كبير وكبير جدا ما بين الدول، خاصة وزير خارجية كوت ديفوار في البيان الختامي رفضوا تسمية الصحراء الغربية. نعم، للأسف الشديد خسرنا معركة في بلادنا في الجزائر. أحمد عطاف خسر كل المعارك حتى في الملعب نتاعو خسر. ملي جاء عطاف وزير خارجية والدبلوماسية الجزائرية من الحضيض الهابطة هاك لم نحقق أي نقطة. خسرنا الملف الصحراوي، خسرنا الملف الفلسطيني، وهنا خسارة مرختها، خسارة مرختها. في 2020 سعر الأورو مقارنة بالدينار التونسي، مقارنة بالدرهم المغربي، مقارنة بالدينار الجزائري، روحوا شوفوا، ديروا مقارنة بسيطة، مقارنة بسيطة. استضاف الدول، وكلهم في الشيراتون، شربهم وعطاهم هدايا ورشوة وكذا وكذا باش يخرج بيان ختامي يعترف بالصحراء الغربية. قالوا لا، ما نستنيوش الصحراء الغربية. ماذا حدث في الجزائر؟ شوفوا معايا اليوم اختتام الدورة 12 أو الطبعة 12 من اجتماع ما يسمى بمجلس السلم والأمن في إفريقيا. هذا اللي الدورة 12 اللي كانت البارح واليوم، اليوم اختتام. نعم، وهذه كلمة وزير الخارجية لجمهورية كوت ديفوار اللي هو كان يترأس الجلسة طبعا، وكلمة وزير الخارجية الجزائري. البارح كانت الأشغال، واليوم اليوم الختامي. لكن كنا ننتظر بيان ختامي. اليوم من المفروض بعد كلمة رئيس الدورة اللي هو وزير كوت ديفوار ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، المفروض يكون بيان ختامي نسمعوه، نقراو البيان الختامي اللي يخرج به المجتمعين. بيان ختامي في أي ندوة، في أي لقاء، في أي مؤتمر، في أي كاين بيان ختامي. البيان الختامي اليوم ما خرجش. لماذا؟ لأنه صار فيه اختلاف كبير وكبير جدا ما بين الدول، خاصة وزير خارجية كوت ديفوار في البيان الختامي رفضوا تسمية الصحراء الغربية. نعم، للأسف الشديد خسرنا معركة في بلادنا في الجزائر. أحمد عطاف خسر كل المعارك حتى في الملعب نتاعو خسر. استضاف الدول، وكلهم في الشيراتون، شربهم وعطاهم هدايا ورشوة وكذا وكذا باش يخرج بيان ختامي يعترف بالصحراء الغربية. قالوا لا، ما نستنيوش الصحراء الغربية، ما نقولوش احنا قضية الصحراء الغربية، ما نقولوش صحراء، ما نقولوش. إذا البيان الختامي لم يصدر، فشل ذريع. هذا الجانب هذا للأسف الشديد لم يتكلم عليه لا التلفزيون الجزائري ولا جريدة الخبر ولا أي شيء. الآن كي يتكلم عليه بن زديرة بالنسبة لهم راك شفتنا، هذه الحقيقة، ما شفتكمش أنا، هذه الحقيقة. أنا تمنيت أن يخرج بيان ختامي وكل الدول المشاركة تعترف بالصحراء الغربية اللي راهي تحت الاحتلال المغربي، لأنه الاجتماع أصلا يتكلم على الدول المحتلة. إذا كان ما اعترفتوش باللي الصحراء الغربية محتلة، إذا ما الفائدة من هذا الاجتماع وهذا اللقاء اللي صرفت عليه الدولة ملايير؟ أنا صرفت ملايير واستضفت الناس وعطيت لهم هدايا والشراطن والدنيا باش نوصل للنتيجة اللي مخطط لها، وهي اعتراف هذه الدول أن الصحراء الغربية محتلة. إذا عدم صدور البيان الختامي بالنسبة لي أنا شخصيا نكسة. راهم لحد الآن كملوا، لحد الآن ما كانش بيان ختامي. خلوني نشوف أنايا، لأن قبل ما ندخل كما قال لك الآخر بزوج دقائق قاعد نحوس في وزارة الخارجية ودي خرج بيان ختامي ما كانش. نزيد نشوف إذا ما كان بيان ختامي وراه البيان الختامي. شوف كش ما نلقى بالكش بيان ختامي وراه وزارة الخارجية. وزارة الخارجية ها استنى ودي يعطونا وزارة الخارجية. وزارة الخارجية أوكي، وزارة الخارجية ما كاش البيان الختامي، ما كاش. كلمة وزير الخارجية
واختتام، ها وين اختتام كذا الاشغال ما كاش، بيان ختام ما كاش. عمركم شفتوا مؤتمر اخلاص ولا ندوه بدون بيان ختاميه؟ اول مره تصير. لماذا؟ لانه المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق بخصوص الصحراء الغربيه. يعني نكسه مرخوتها، نكسه مرخوتها، ضربه مرخوتها، طيحه مرخوتها. ورغم هذا نقول انه ما زال امامنا متسع لاصلاح ما يمكن اصلاحه، انقاذ ما يمكن انقاذه، لان السفينه رانا قاع راكبين فيها، واذا كان غرقت نروحوا فيها كامل. احمد عطاف وزير خارجيه ناجح في وقته، كي كان يلعب في التسعينات، ايام النواري بلون، ايام قبل ما يكون الايفون. الان رانا في عصر التكنولوجيا، لازم لنا وزير خارجيه يطير مع الطيور، يكون على باله واش راه صاير. اذا عطاف فاتو زمانه. ملي جا عطاف وزير خارجيه، والدبلوماسيه الجزائريه من الحضيض هابطه هاك، لم نحقق اي نقطه. خسرنا الملف الصحراوي، خسرنا الملف الفلسطيني، وهنا خساره مرخوتها، خساره مرخوتها. خسرنا الملف مالي، خسرنا ملف ليبيا. يعني الملفات اللي كنا شويه في شادين العصا في الوسط ايام بوتفليقه، كنا متحكمين في الملف الليبي، كان عندنا حتى تاثير حتى على السودان، كان عندنا مالي والنيجر، كان ما عندناش مشاكل معهم وكنا متحكمين في زمام الامور. الان والو، السياسه الخارجيه صفر، 0.0000، ما كان والو. وعندما نقول هذا الكلام وننتقد، يقول لك هذو عملاء وخونه. يا عباد رب، قال نصحوا فيكم، يا عباد ربي، انا نقول لكم رانا فاشلين. ورغم هذا الفشل الذريع، الا اننا نقول ونعيد ونكرر انه ما زال عندنا الوقت من اجل اصلاح وانقاذ ما يمكن انقاذه. اصلاح نصلحوا شويه السفينه، راهي بدات يدخل لها الماء. خلونا نصلحوا السفينه قبل ما تغرق، خلونا نصلحوا السفينه قبل ما تغرق يا ناس، خافوا ربي. قريت واحد خبر الأستاذ علواش. أستاذ علواش قال لك فجأة وبدون السابق إنذار، نشرة الثامنة تتوقف عن تزويدنا بما يحدث داخل فرنسا. نعم، تذكروا الأسابيع الماضية نشرة الثامنة تخرج لك، نشرة الواحدة ونشرة الثامنة، المهم نشرة أخبار تخرج لك الدنيا مقلوبة في فرنسا، وأزمة سياسية، أزمة اقتصادية، فرنسا تعاني وكذا وكذا، والصراع ما بين كذا كذا وكذا. المهم يعطونا في أخبار فرنسا. وانفجرت محارقة في باريس، ومات فار في مارسي، وراهم لقاو كلبة واحد من الجيران تاعها مات في ليون، وعثرت بغلة في ستراسبورغ. أخبار فرنسا يعطوها نقر. فجأة نساو فرنسا. لماذا؟ لأنه صدرت الأوامر بإغلاق هذا الملف. سنصال خرج بصحته، وغدا محاكمة الصحفي الفرنسي اللي أتمنى ونقدر نقول باللي شبه متأكد أنه سيخرج غدا، لأنه فيه هذا الخبر فقط كافي جدا لإحباط معنويات أي جزائري. يعني الآن أنا راني نتخيل وراني نتصور أنه في الفترة القادمة راح نشوفوا سعر الدينار مثل ما حدث في فنزويلا، مثل ما حدث في تركيا قبل تغيير حذفه صفر، في رومانيا، في كثير من الدول اللي العملة نتاعهم أصبحت إهانة للدولة. أنك تروح تشري، تدي برويطة تاع دراهم باش تروح تشري
تشري مش عارف انا كرتونه تاع ماء، ولا تشري كازي تاع بيض، ولا تشري كيلو بطاطا وكيلو طماطيش وكيلو بصل. يعني تروح تدير برويطه تاع كوار تاع دراهم باش تقدر تشري ابسط الحاجيات. انهيار عمله اي بلد دليل على افلاس الدوله سياسيا واقتصاديا. افلاس. هذه الظاهرة اللي نشوفوا فيها في الجزائر اللي هي انهيار سعر الدينار إلى درجة محبطة. كل صباح نوضو نلقاوه نزل يعني بنسبة كبيرة. مش لأنه روحوا أعملوا مقارنة بسيطة. أنا عندي مقارنة مش حاب ننزلها، مانيش حاب ننزلها باش ما نزيدش إحباط ليا وليكم. أعملوا مقارنة بسيطة. في 2020 سعر الأورو مقارنة بالدينار التونسي، مقارنة بالدرهم المغربي، مقارنة بالدينار الجزائري. روحوا شوفوا، ديروا مقارنة بسيطة، مقارنة بسيطة. شوفوا السعر قداش كان وقداش راهو الآن. أنا عندي المقارنة هذه للأسف الشديد، للأسف الشديد أقول نعم للأسف الشديد، هذه المقارنة عندي. هاي وين؟ في 2020 نقولوا سعر الأورو مقارنة بالدرهم المغربي كان 10.67. في 2025 أصبح 10.72. يعني الفرق أقل من 10 سنت، أقل من 10 سنت. يعني من 67 ل 72 قداش كاين 5 سنت، يعني 0.5 تغيير. في 2020 كان 10.67 سنت، 10.67. في 2025 10.72 فاصل، يعني 0.5 زادت. في قضية الصحراء الغربية نفس الشيء. التراجع الرهيب أنا ضده، التراجع الرهيب أنا ضده. لأنه اليوم صار مشكل كبير، صار في الجزائر اليوم صار مشكل كبير لم يتكلم عليه الإعلام الجزائري، وهي نكسة كبيرة وكبيرة جدا اللي صارت اليوم في الجزائر. نعم، اليوم صارت نكسة في الجزائر لم يتكلم عليها الإعلام الجزائري. لماذا الجزائر تتشبث بالصحراء وتساند البوليزاريو؟ يا ليتها تساند أفغانستان ولا ليتها تساند دول أخرى. لماذا هذا الحرص؟ وقال ليس من حق الجزائر أن تواخذ وتناقش موقف المغرب من الصحراء، لا شرعا ولا سياسة ولا ثقافة. ولكن اليوم باش تجيب لي قضية مزيفة تاع حكم ذاتي ما حكم ذاتي وخرافات تاع شحاوة تاع منافع، هذا هو الصوت اللي خصو يكون ديال الإسلاميين. طيب ما يكون الصوت ديال أبواق ديال النظام. لا اسمح لي الله يخليك. طيب اوكي، انتوا تكونوا واضحين. طيب انتوا هذه واقع حقائق يا اخي. وانتم تقولوا الجزائر دابا الان دايره صحراء في تندوف. دكتور تمولوهم. دكتور اذا غلطت تتولوا بسميتو محشومه. دكتور بغينا نشوف تاريخ اسلاميه واضحه بناء على الايه الكريمه. اذا انتم الاثنين اذا في موضوع المغرب والجزائر سالت فرنسيين سامحني قالوا ان شاء الله ربنا يجمع بنا بكره. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا يعني يدخل في اطار ازدواجيه التعامل واللي معروف بها الغرب بصفه عامه، وعلى راسه يعني فرنسا على وجه التحديد. اخي الكريم، من يظن ان فرنسا يعني تحبذ ان يكون مغرب عربي قوي متحد متكامل بكل مكوناته الاساسيه والطبيعيه والتاريخيه، فهذا قول يحتاج الى المراجعه. فرنسا او الدول الاوروبيه نعم تحبذ أن يكون تعاملها مع كل الدول المغرب العربي، ولكن بشكل ثنائي. علاقتها بالجزائر قوية بين باريس والجزائر، وعلاقتها بالمغرب قوية بين باريس والرباط، وهكذا. أما أن أنا مستعد أجيب لك بكرة التصريح الرسمي أما للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي. يا أخي موضوع لأنه فرنسا تستفيد سياسيا
واستراتيجيا وتكتيكيا من فساد العلاقه بين الجزائر والمغرب. طيب الان انت سؤالك والذي لا يعتذر من هذا الامر. انت ودكتور نور الدين، هل تؤثر عليكم فرنسا انتم الاثنين؟ انا بغيت نشير لواحد الملاحظه اساسيه. ربما الكلام انا لا اعتبر النظام المغربي او النظام الجزائري هو من صناعه فرنسا. كون واضح. لو قال انا كنت على خاطر دكتور نور الدين اللي قال ما نسمعوكش عليه. نعم انا لا اعتبره هذا. طيب النظام الملكي في المغرب نظام متجذر له تاريخ، وعندما دخلت فرنسا الى المغرب قالت وجدنا دوله ووجدنا وطن ووجدنا حضاره ووجدنا تاريخ. يكفي ان اول جامعه في العالم كانت هي قرويين بن دير اساس. كذلك الشأن بالنسبة للجزائر، المناضلين كما تفضلتم الذين ناضلوا وحكموا البلاد من بعد كبن بلة وغيرهم من إلى آخره، فهؤلاء رئيس بوتفليقة نفسه كان ناضل في جيش التحرير. أنا الذي قلت هذه الاستعمار ما زرعه الاستعمار تاريخيا، احنا الكرونولوجية التاريخية قضية الخلاف لكن تنقول نعم الاستعمار قديما يعني بن استعمر خرج، ولكن خاصة خرجوا خرج ووضع بؤر التوتر. أنا قلت يجب أن نرقى إلى فهم